سورة الأنعام الآية رقم 162 ربنا بيقول لك فيها إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأنت لو جيت فصصت الآية من أولها، إن صلاتي، فهي الصلاة ديت اللي أنت بتصليها 5 شروط بتوعك، النوافل أي كان الصلاة أنت بتصليها، هي العلاقة المباشرة بينك وبين ربك. فأنت ما ينفعش تبقى داخل الصلاة مش مركز، عايز تصلي وخلاص، لا أنت يعتبر بتكلم ربنا، فزي أنت بتكلم أي حد مهم في حياتك، انت برضو في اللحظة دي انت بتكلم ربنا، فمتخيل انت واقف قدام ربنا وبتكلمه. وكذلك في الدعاء، قل ادعوني استجب لكم، فانت برضو وانت بتدعي ربنا فانت يعتبر بتكلمه عشان يحقق لك الحاجة اللي انت عايزها. فبرضو من الحاجات اللي احنا خلي بالنا منها هي فرصتك الحقيقية انك تشحن طاقتك، و ضغط الحياة ده كله بيهون في ال10 دقايق انت بتصليهم، في الربع ساعة اللي انت بتصليهم، ايا كان الوقت اللي انت بتقعده. جاي بعد كده قال لك نسكي، الصلاة، الصيام، الصدقة، أيا كان عمل خير أنت بتعمله هو كله برضه لله. جه قال لك بعديها برضه ربنا ومحياي، أي تفصيلة في حياتك، أي حاجة في حياتك أنت بتعملها سواء شغل أو دراسة أو رياضة، أي حاجة أنت بتعملها فهي لازم هدفها الأول هو لله. لازم تحط قدام طريقك ان الحاجه الوحيده، الحاجه اللي انت بتعملها دي عشان ربنا. انت مش نازل الشغل علشان المدير هيخصم لك، انت مش نازل الكليه علشان درجتين حضور وغياب او شيت هيتسلم، اللي اغلبنا بيعمله يعني. فاحنا لازم يكون لينا هدف سامي، ما بهزرش، هو لازم يكون لينا هدف سامي في حياتنا عامه يعني. جه قال لك بص في الايه، بص بعد ما قال لك محيا مماتي، انت المفروض بعد مماتك الناس تذكرك بسيرة طيبة، يعني دايما بيقول لك السيرة أطول من المسيرة، فأنت مش هتنيك عايش أو خالد، أنت هتموت سيرتك هي اللي هتقعد. فهو كلمة محياي ومماتي، مماتي هنا بيقول لك يعني تسيب أثر طيب، ذكرى حلوة بين الناس، حاجة مفيدة. والله ممكن تكتب كتاب كويس، تألف حاجة كويسة، ممكن تعمل صدقة جارية لحد ما تموت، أعمال الخير كتير. ولو أنت عايز تسيب لنفسك أثر طيب فكر وهتلاقي كذا حاجة كتير. كل دوت اللي أنا بقول لك عليه ختام الآية لله رب العالمين، يعني اللي احنا حياتنا دي كلها بكل تفاصيلها بالصلاة، من أول الصلاة اللي بنصليها والشغل اللي بتروحه والكلية اللي بتروحها لله رب العالمين. يعني بالمعنى الصح انت لو كل خطوة انت بتاخدها في حياتك اتقيت فيها ربنا وخليت ربنا هو هدفك الأول، يبقى انت كده ماشي في الطريق الصح، كده انت فعلا هتحقق اللي انت عايزه حتى لو مع الوقت. خلاصة الآية يعني هي مش مجرد آية، صدقني هي خريطة حياة. لو ركزت فيها خريطة حياتك انك تطور نفسك، تحقق حلمك، خليك دايما فاكر اللي انت بتعمله مش بتعمله علشان انت هتعمله خلاص، لا بتعمله عشان ترضي ربنا اول حاجة، وعلشان تحقق لنفسك الهدف السامي، ويكون ليك اثر طيب في الحياة. سلام.